في الفيديو ده هنزين قطع الكونكريت بمناديل الديكوباج. يعني ايه مناديل ديكوباج؟ هي مناديل بيكون عليها رسومات بنلزقها على قطعة الكونكريت. الرسمة دي ممكن تبقى وردة، ممكن تبقى منظر طبيعي، ممكن تبقى كلام، فبيكون فيه رسومات واشكال كتير جدا. ده كده بيكون شكل المناديل وبتكون متطبقة بالشكل ده، وكل منديل بيكون في كيس. هنفتح بقى منديل علشان نفرده ونشوف الحجم بتاعه. هو حجمه بيكون كبير مش صغير، والمنديل الواحد بنعمل منه حاجات كتير. المنديل ده الورود بتاعته كانت منفصلة عن بعض. انا هاخد منهم الوردتين اللي انا محتاجاهم، هقصهم بالراحة كده بالمقص علشان المنديل ما يتقطعش. بعد ما قصيت الوردتين هطبق المنديل واحطه في الكيس تاني علشان نحافظ عليه ونستخدمه في حاجات تانية. همسك بقى الوردتين اللي انا قصيتهم وهقص الفراغات البيضة اللي حواليهم، وانتوا بتقصوا الفراغات اللي حوالين الرسمة ما تشيلوش الطبقات اللي تحت المنديل غير لما تقصوا، علشان لو شلتوا الطبقات وانتوا بتقصوا المنديل هيكون خفيف جدا وممكن يتقطع منكم. فالافضل اننا نشيل الطبقات بعد ما نفرغ الشكل. كده أنا فرّغت أول وردة، وهاشيل بقى الطبقة البيضا الزيادة اللي تحت الوردة. في مناديل بيكون في تحتها طبقة واحدة، وفي مناديل بيكون في تحتها طبقتين، سواء بقى كانت طبقة أو طبقتين، كده إحنا هنشيلهم، وبنحتاج بس الطبقة اللي عليها الرسمة هي دي اللي بتتلزق بس على القطعة. هافرّغ بقى الزيادة اللي حوالين الوردة التانية زي ما عملنا في الأولى. كده الوردتين جاهزين. هاحتاج بقى قطع الكونكريت اللي هنلزق عليها. أنا جهزت الكوستر والفازة دول ولونتهم باللون الأبيض البلاستيك واديتهم طبقتين من الورنيش. طبعا بتلونوا الطقم لون يكون لايق على ألوان المنديل اللي انتوا هتستخدموه. وهنحتاج بقى ورنيش مائي علشان نلزق بيه، وهنستخدمه زي ما هو تقيل من غير ما نخففه بالمية. وهنحتاج كمان فرشة تكون صغيرة والشعر بتاعها مربع كده ومفرود مش كثيف علشان نعرف نفرد بيها المنديل على قطع الكونكريت. هنبدأ بقى نحدد على الكوستر المكان اللي عاوزين نحط فيه الوردة. أنا هاحطها في الجنب كده. هنحط ورنيش في المكان اللي هنحط فيه الوردة، وهنثبتها بالراحة كده علشان ما تتقطعش. وهاحط ورنيش في الفرشة وهامشي على الوردة بالراحة كده لبره علشان نطلع الهوا اللي فيها. وهلزق حرف الوردة بنفس الطريقة. هاحط ورنيش على الكوستر وهامشي بالفرشة على الوردة من فوق علشان نثبتها. كده الوردة كلها اتلزقت. هاحط عليها بقى طبقة ورنيش وهاسيبها تنشف. هالزق بقى الوردة الصغيرة على الفازة بنفس الطريقة. أنا حددت المكان اللي هاحط فيه الوردة وهاثبتها بإيدي كده، وحطيت ورنيش وهاثبت نُص الوردة، وبعدها هاحط ورنيش تحت الجزء التاني وهامشّي عليه بالفرشة. الفرشة الرفيّعة بتسهّل علينا اللزق علشان التضليعات اللي في الفازة دي المناديل تاخد شكلها بالضبط. بعد ما لزقت الوردة هامشّي عليها بقى كلّها بالورنيش، وده كده شكلها. هنسيبها بقى تنشف، والكوستر كان نشف هاحط على الوردة طبقة ورنيش كمان علشان تثبّتها أكتر. وهاعمل كده برضه في الفازة لمّا الطبقة الأولى تنشف هاحط طبقة الورنيش التانية.
كده إحنا خلّصنا، شكلهم بقى رقيق جدًا وحلو، هاسيبهم بقى ينشفوا. طبعًا أنتم بتحطّوا المناديل حسب ما أنتم عاوزين، يعني ممكن تحطّوها على جزء من القطعة زي ما إحنا عملنا، وممكن تحطّوها على القطعة كلّها لو حابين. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو أتمنى تعملوا لايك وشير علشان الفيديو يوصل لناس تانية كتير.